في رمضان لنفترض انك قاديتي التغذيه ديالك وقاديتي لونطرينمون ديالك، راك مازال غادي تضعف، لانه العدو ديال الفورما راه ماشي هو الصيام ولا رمضان. العدو ديال الفورما هو السهير. اذا دخلتي في ذاك لو ديال رمضان ديال انك تبقى تنعس حتى الفجر ولا تنعس حتى الصباح، فكن اكيد على انه واخا نعفيوك من الصيام وخا سيدي ربي يسمح لك يقول لك غير كول، راه ما غادي تجي فين دوز 15 يوم حتى غادي تولي بحال المومياء. واش غتقول يا ربي فوقاش غير يسالي هذا الشهر الا بقيتي كتسهر؟ كانت دارت واحد ليتود في امريكا، الله يوصلنا لذاك المقام، على جوج ديال لي جروب ديال الناس باغيين يطيحوا الوزن، كانوا كيدخلوا نفس العدد ديال السعرات الحراريه وكيترينوا بنفس البروغرام، ولكن الفرق اللي كان بيناتهم هو ان واحد الجروب كينعس ساعه اقل من الجروب الاخر، وفي الويكاند كيعوض هذيك الساعه ديالو. في نهايه الدراسه لقاو بانهم نزلوا نفس الوزن، ولكن ملي كنفقدوا الوزن راه كيكون يا اما من الدهنيات اللي كتكون مستوكيه عندنا في الجسم ولا في العضلات. وهنا لقاو بلي الجروب اللي كان كينعس ساعه واحده اقل خسر 85% من الوزن ديالو من العضلات ديالو، وغير 15% من الدهنيات اللي مستوكيه في الجسم. باغ كونطخ الجروب اللي كان كينعس السوايع ديالو كامله خسر 85% من الوزن ديالو من الدهنيات وغير 15% من العضلات ديالو. هادشي علاش الا دخلتي في الريتم ديال رمضان ديال انك تبقى تسهر حتى الصباح، فإلا كانوا عندك شي عضلات غير خذ تصويرات تذكاريه دابا وقول لهم باي باي. فاط عز.